ريال مدريد بيفوز على نابولي وتصدر المجموعة ب6 نقط، بعدها نابولي 3 وبعدها براجا ب3 بونت كمان. ومش بس كده، ريال مدريد بيلعب تقريبا احسن ماتش، وبالذات الشوط الاول احسن شوط ليه في الموسم ده حاليا كله، وده احسن ماتش تكتيكيا يعني على الاقل عمل انشيلوتي الموسم ده كله او الى الان يعني كله. ف بالذات في الشوط الاول ضغط عالي على فريق نابولي. الهدف الاول بعد ضغط عالي عالي وكثافه عدديه على الضغط على دفاعات نابولي، وقدروا يقطعوها. وبلينجهام طبعا اسطوري ادى لفينيسيوس وجابها جون. وبمناسبة بقى الكلام على بلينجهام، بلينجهام مش طبيعي. ده مش لاعب عنده 20 سنة، مستحيل ده لاعب عنده 20 سنة، أكيد مزور زي بتوع أفريقيا. العد أكيد مش طبيعي 20 سنة. الراجل عنده خبرة لاعب عنده حاجة و30. عنده يعني مهارة. عنده راجل دفاعي، راجل هجومي، راجل تمركز، راجل بيستلم صح، راجل بصير صح، راجل بيسلم صح، راجل بيدافع صح، راجل بيتاكلينج صح، راجل بيتمركز في الهجوم صح. يعني هو لو في كرة مردودة من الحارس بيقدر يتمركز صح، وعارف البوزيشن اللي المفروض والصح ان هو يقف فيه ويلعبها براسه او يعملها وان تاتش. الراجل مهاري، الراجل بيقدر يمرقص اي حد، الراجل يقدر يخش وعنده جراءة انه يخش منطقة الجزاء ويمرقص ويجيب اجوان. الراجل رأسيات. يعني بلينجهام ما فيهوش غلطة. بلينجهام ما فيهوش غلطة حرفيا. بلينجهام عنده المقدرة. يعني بلينجهام عنده المقدرة. بلينجهام هو عمي ورايا. بلينجهام عنده المقدرة انه يبقى من افضل توب 10 لعيبة خط وسط في تاريخ القدم، ومقارنته بأي لاعب حالي في سنه او ما بعد سنه او اي لاعب تاني في نص الملعب حاليا ظالمة ليه بأمانة. اللعيب ما فيش حاجة ما بيعملهاش صح. اللعيب حرفيا ما فيش حاجة ما بيعملهاش صح. فلا، مش طبيعي. بلينجهام حرفيا حاجة مش طبيعية، حاجة فوق الوصف. والحمد لله والشكر لله ان بلينجهام معانا. الحمد لله والشكر لله. تاني حاجة، لا ريال مدريد عمل ماتش خيالي، ماتش كويس جدا جدا من انشيلوتي ومن اللعيبة، من ضغط، من مجهود، من كل حاجة الصراحة. فمبروك للريال ومبروك للمدريديستا، وهارد لك لنابولي. عمل ماتش حلو. هدف ضرب جزاء من خطأ من ناتشو، وهدف برضو تاني خطأ من كيبا، بس احنا عملنا ماتش حلو وهم برضو عملوا ماتش حلو وراحوا. وحاجة كمان عايز اتكلم عليها قبل ما انهي، اوسيمين مهاجم مش طبيعي في الكرات الطويلة، مش طبيعي. عنده ارتقاء فوق خيالي والتحامات ومجهود بأمانة حاجة فوق الوصف. وما بعد نابولي او الخطوة اللي ما بعد نابولي المفروض تبقى فريق احسن من نابولي كمان. وبس سلام.